المسلسل بيبدأ بنديم أحمد أبو سريع وهو بيجهز نفسه علشان نازل، ولما بينزل بنشوف تصرفاته إنها مش طبيعية وإنه إنسان مش عادي، وبنعرف إنه مريض بالتوحد، وبيبقى لابس على طول سماعة بيشغل فيها أغاني علشان تبعده عن العالم الواقعي بصوته العالي وزحمته، وبيكون في طريقه لمكتب المحاماة أمان النجار علشان يقدم على شغل، واليوم ده بيكون فاتحين فيه للمحاميين إنهم يقدموا، وبيكون في واحد اسمه يوسف قاعد مستني دوره، وواحد كمان اسمه عز، وبتيجي واحدة اسمها رام الله وبتكون سورية وبتبقى برضه مقدمة، وعز بيفضل يعاكس فيها، وبنعرف ان شخصيته مش احسن حاجة، وبيجي الدور على نديم في الانترفيو، وبنلاقي امان النجار ومساعدينها خالد وعبير بيسألوه، ونديم بيكون داخل بالسماعة وطريقته في الرد غريبة، وبيقول لهم ان جميل صاحبه هو اللي قال له انه يقدم على الوظيفة دي، بس لما بييجوا يسألوه في القانون بيرد بإجابة نموذجية زي ما مكتوبة في الكتب بالظبط، وايمان النجار بتفهم انه مريض بالتوحد علشان ساعات بيعيد الجملة اكتر من مرة، فبترفضه علشان مرضه وبيزعل جدا، بس وهو جاي ماشي بيفتكر كلام امه قبل ما تموت، وهي بتقول له انها نفسها انه يبقى انسان ناجح ومحامي شاطر، فبيقول لهم ان هو محتاج الشغل علشان يبقى انسان ناجح ومحامي شاطر، وبيقول لهم انه كان الاول في دفعته في الجامعه بس برضه بيرفضوه، وبعد ما بيمشي بيبان ان امان النجار متضايقه، ولما بتروح بتسال على علي ابنها وبتقول لها انه نايم من بدري، وبتطلع وبتلاقي ياسر جوزها وبيفضل يقول لها كلام حلو ويعكسها، وبنلاقي رام الله بتسال على مكتبه قريبه، وفي حد بيقول لها على مكانها بس كانت هتقفل علشان الجو اتاخر، بس بتقول له انها محتاجه كتاب ضروري، وبنعرف من كلامهم انه كان هيقفل المكتبه خالص علشان عليها ديون 700,000 جنيه، بس في واحد اسمه نديم شكله هيدفعهم ومش هتتقفل، وبتساله على الكتاب اللي هي عايزاه وبيقول لها انه مش عارف هو فين، بس نديم قرا كل الكتب اللي هنا واكيد هو عارف مكانه، وبيناديله وبيقول له على اسم الكتاب اللي هي عايزاه، واول ما بيسمع اسمه بيروح يجيبه على طول، وبيديلها الكتاب وبتقول له انها غالبا شافته قبل كده بس مش بيرد عليها، وبيخش وبيقول لها معلش علشان متضايق شويه، وبيقفل المكتبه وبتستغرب ان هو جوه وقفل عليه، بس قال لها ان هو لما بيكون متضايق بيحب يجي يقعد هنا ويقرا كتب واقفل عليه من بره، وفي تاني يوم امان النجار بيكون عندها قضيه، ونديم بيكون واقف قدام المحكمه مستنيها، وبيقول لها انه عنده عرض ما يترفضش، وبتغلط في اسمه، وبيقول لها ان المحامي الشاطر ذاكرته بتكون قويه، وبيقول لها العرض وهو انه يشتغل عندها بدون مرتب، بس برضه بترفض، وبتقول له ان المحامي الشاطر ذاكرته بتكون قويه في الحاجات المهمه بس، واسمه بالنسبه لها مش مهم، وبتسيبه وبتمشي، ولما بتخش مع المحاميين اللي شغالين معاها بتزعق لهم علشان لما يكون في قضيه هي مش فاضيالها مفيش واحد فيهم عارف يجيب لها الحل، وبتدرس 2 محاميين شغالين عندها في المكتب، وبتكون داخله تترافع وهي مش معاها الحل بتاع القضيه، ولما بتخرج بتلاقي برضه نديم وبتتضايق من طريقته دي، وبتخش القاعه ومحامي المجني عليه بيترافع وبيقول ثوابت القضيه بتاعته، ونديم بيكون موجود برضه وبيكتب كل حاجه ورا المحامي، وبيعرف يلاقي ثغره للقضيه من كلام المحامي، وبيديها حل القضيه في الورقه وبيمشي من المحكمه كلها، وامان النجار بتستغرب من عبقريته انه جاب الحل بالسهوله دي، وبتترافع عن موكلها وبتكون برضه هي حضرت حل وبتساند بيه بكلام نديم برضه، وفعلا بتعرف تجيب براءه لموكلها وبتكسب القضيه، وبتقعد تبص للورقه اللي اداها لها نديم وبتستغرب من ذكائه، وبتقول لخالد انه يكلم نديم ويخليه يجي يتدرب مع باقي المحاميين اللي قابلناهم، وفي اخر اليوم بنلاقي ان نديم في برنامج مسابقات اسئله عامه، واللي بيجاوبهم كلهم صح بيكسب 1,000,000 جنيه، بس الاسئله بتكون صعبه جدا ومفيش حد كسب فيها قبل كده، بس بنلاقي نديم بيجاوب قبل ما المذيع يكمل السؤال، وبنوصل لاخر سؤال وفعلا بيجاوبه صح وبيكسب 1,000,000 جنيه، وبيكون عمل كده علشان يدي لجميل صاحبه 700,000 جنيه ديون المكتبه، ورام الله وعز وايمان النجار بيشوفوا نديم وهو في التلفزيون علشان البرنامج بيكون مشهور جدا، وفي تاني يوم الصبح امان النجار بتجمع المحاميين اللي قابلتهم، وبيبقوا يوسف وندى ورام الله وعز ونديم، وبيباركوا لنديم انه كسب 1,000,000 جنيه، وبيبان من طريقه عز انه مادي واستغلالي جدا، وبتقول لهم انهم هيتدربوا على القواضي اللي هتجيلهم، واللي هيلاقي حل للقواضي دي هيكون ليه نصيب كبير من الاتعاب، وبعد فتره من التدريب هتختاروا واحد بس منهم يتعين ثابت معاهم، وده اللي هيكون الاشطر ما بينهم، وبتديهم بريك علشان اول قضيه هتبتدي كمان نص ساعه وهتبقى قضيه خلع، وبتيجي استاذه رانيا صاحبه القضيه وبتقول لهم ان هي مسيحيه وانهم ما عندهمش طلاق، بس هي عايزه تتطلق منه علشان هو ما بيعرفش، ونديم بيبقى بيكتب كل حاجه وراها، بس اول ما بتقول ما بيعرفش بيبقى مش عارف يكتب ايه، ولما بتمشي نديم بيسالهم يعني ايه ما بيعرفش، فبيستغربوه جدا وبيبقوا مش عارفين يقولوا له ايه، بس لما بيروح
بيروح جميل صاحبه بيقول له انه ما بيعرفش دي يعني عاجز جنسيا، ولما بيعرف بيتكسف جدا. وكل المحاميين بيحاولوا يجتهدوا على قد ما يقدروا في القضيه. يعني مثلا عز بيأجر واحده ركلام علشان يثبت ان جوز رانيا بيخونها، وندى بتراقب جوز رانيا علشان تمسك عليه اي غلطه. وبنيجي لتاني يوم وكل واحد بيقول اللي وصل ليه، بس اماني بتقول لهم خدوا بريك لحد ما رانيا تيجي ونبقى نكمل. وفي البريك نديم بيروح يعمل شاي بلبن، ورام الله بتيجي تتكلم معاه، وعز كمان بينضم ليهم. ونديم بيقول لهم ان القضيه سهله جدا علشان ممكن نخلي رانيا تعمل كشف عذريه، وساعتها غشاء البقاره هيثبت ان جوزها عاجز جنسيا، وساعتها تتطلق. وبينبهروا من ذكائه. ولما بيخشوا عز بيقول نفس اللي نديم قاله وبينسب الفكره لنفسه، ونديم مش بيقول حاجه ولا بيتكلم. ولما اماني بتسال نديم عنده افكار في القضيه بيقول لها لا. ورام الله بتتضايق جدا من عز، بس برضه مش بترضى تقول له حاجه. ولما بيخلصوا اجتماع بتهزقه وبتقول له ان لو عمل كده تاني هتقول لاماني. وفي رساله بتتبعت لاماني على الواتساب وبتلاقي ان جوزها بيخونها. ولما بتروح بتتعشى عادي مع ياسر جوزها ولا اكنها عرفت حاجه، ومش بنعرف هي سكتت ليه. وفي تاني يوم وهم في المكتب اماني بتقول لهم ان في قضيه جديده، وهي انه شاب عنده 21 سنه اتمسك بمسدس غير مرخص، ولما اتمسك بيه اعترف ان المسدس بتاعه. وبتقول لهم ان اللي هيحل القضيه دي هيكون ليه نص الاتعاب بتاعت القضيه، وكمان هو اللي هيترافع في المحكمه. وكلهم بيبداوا شغل عليها لغايه اخر اليوم. ولما بياخدوا بريك عز بيتكلم مع نديم، وبيعرف ان نديم متوتر جدا علشان هو اللي هيترافع لو حلها. فقال له خلاص انت حل القضيه وقول لي على حلها. وساعتها هو اللي هيقول لاماني ان هو اللي حلها واكنها فكرته، وهو ساعتها يترافع مكانه. بس رام الله بتكون سامعاهم وبتيجي تزعق معاه، والمكتب كله بيتلم عليهم وكلهم بيزعقوا بصوت عالي. بس اماني بتيجي وبتزعق لهم، وبتلاقي نديم متوتر جدا من الصوت بتاعهم، وبتلبسه السماعه وبتكون متعاطفه معاه جدا. وبيبداوا كلهم يشتغلوا على القضيه، ويوسف وندى بيشتغلوا مع بعض وبيبان انهم بدأوا يعجبوا ببعض. ونديم كمان بيفضل يشتغل على القضيه كويس جدا، وبيفضل يتفرج على افلام فيها محاميين بيترافعوا علشان بيكون متوتر جدا من ان هو هيترافع، وبيصور نفسه وهو بيترافع علشان يعرف فين اخطائه. بس بيكون متوتر جدا وبيتلخبط في الكلام. وفي تاني يوم بيقول لأمان النجار انه عايز يتعلم منها ازاي بتترافع علشان هو خايف جدا. بس بتقول له لما تلاقي حل القضيه الاول. فقال لها ان القضيه سهله وهو حلها بس خايف من المرافعه. فقالت له ايه هو حل القضيه، وبيقول لها ان هو قرا عن المسدس كويس جدا علشان يعرف كل جزء فيه بيشتغل ازاي. ولما راح علشان يشوف المسدس اللي في الحرز اللي كان مع الشاب لقى فيه جزء ناقص من المسدس، ومعنى كده ان المسدس مش هيشتغل وبايظ، واكنه مسدس لعبه، واكيد القانون مش هيعاقب حد علشان معاه مسدس لعبه. وبتتبهر برضه من ذكائه واجتهاده. ولما بتروح المكتب بتقول لهم انها قرت كل مرافعتهم وانهم كويسين جدا، بس احسن حل للقضيه هو نديم، وان نديم هو اللي هيترافع. وبيبقى متوتر جدا. وبتقول لهم بالمناسبه دي هي عزماهم كلهم على الغدا بالليل، وبيبان ان خالد معجب برام الله وبيقول لها كلام حلو. وياسر جوز اماني كان جاي المطعم بالصدفه وبتعرفوا عليهم، وبيبان برضو انه اعجب برام الله جدا. وبنيجي اليوم المرافعه ونديم بيكون متوتر جدا، والقاضي بيفضل يقول له اتفضل اتكلم وبيبقى ساكت. ورام الله بتخاف جدا انه يفشل وبتقول له اتكلم، وفعلا بيبدا كلام بس بتوتر وبيفضل يعيد في نفس الكلام. والقاضي بيكون زهق منه، بس بيكون فعلا عرف يجيب براءه لموكله ونجح في القضيه كحل ومرافعه، وكلهم بيباركوله. ومع الوقت بيبان ان نديم ورام الله بيقربوا من بعض اكتر، ونديم بيرسم رسمه وهي جنبه رام الله، وبيسمع حلقات على اليوتيوب لشباب بيقولوا نكت لبنات علشان يبقى لطيف معاها، وبيخرجوا مع بعض في اوقات كتيره. وبقى يبان انهم بدأوا يحبوا بعض. وفي يوم بيبقوا في اجتماع في المكتب، وبتقول لهم انها مبسوطه بوجودهم معاها في المكتب علشان كل شويه بيكبر اكتر واكتر، وعلشان كده اهم راجل اعمال في مصر بقى عميل عندهم في المكتب ونقل كل شغله عندهم، وهو محمد الوكيل. ونديم اول ما بيسمع الاسم بيتوتر، وبنرجع بفلاش باك وهو صغير وهي امه قدام محمد الوكيل وبتقول له انها عايزه حق ابنها اليتيم. بس قال لها وهو يعرف منين ان ده يبقى ابن احمد اخويا الله يرحمه. فبتتحاسبن عليه وبتقول له انها تقوم له احسن محامي علشان يجيب له حقه. وبنعرف انه ممكن يكون جاله توحد بسبب ظروفه وهو صغير والتفكك الاسري اللي كان فيه. وبنرجع لوقتنا الحالي وبتديهم بريك علشان كمان شويه هيجي لهم عميله في قضيه جديده. وفي البريك بنلاقي نديم جاب تورته لرام الله علشان عيد ميلادها، وبيحتفلوا بيه وبيجيب لها سلحفه هديه. ولما بيخلصوا احتفاله
وكل واحد يروح في حتة بنلاقي ياسر جوز اماني جاي علشان يطمن على مراته، بس لما بيلاقي رام الله بيقعد يعاكسها وبيطلب رقمها وهي بتوافق. وبنيجي للقضية وبتكون لواحدة اسمها سهى وبتقول لهم انها محكوم عليها بجريمة قتل جوزها والبوليس بيدور عليها، وان لما لقوا الجريمة لقوا جوزها شانق نفسه في الحمام، وانهم لقوه شانق نفسه من غير كرسي ومفيش اي حاجة يقف عليها، يعني مش موجود بانيو في الحمام، وكمان قعدة الحمام بعيدة عن الحبل اللي شنق نفسه بيه. ومعنى كده ان اكيد في حد هو اللي شنقه، علشان ازاي هيشنق نفسه من غير ما يقف على حاجة ومفيش بصمات غيره وهي بس. وخالد بيقول لها خلاص هنثبت انت كنت فين وقت الجريمة وتكون كده القضية خلصت، بس قالت له ما ينفعش. وبنفهم انها كانت بتخونه في الوقت ده مع راجل تاني. وامان النجار بتكلم البوليس وبتقول لها انها هتسلم نفسها وتثق فيهم وانهم هيطلعوها براءة. وفعلا البوليس بيجي وبياخدها وبيبدأوا شغل على القضية كلهم، وبيروحوا يقابلوا صاحب جوز سهى وبيحاولوا يطلعوا منه بمعلومات. ونديم برضه بيكون مركز جدا في القضية، وبيبان ان رام الله وياسر جوز اماني بقوا قريبين من بعض جدا وبيتقابلوا كتير. وفي يوم اماني بتروح البيت بتلاقي جوزها قاعد مع صاحبه في البيت وبيسكروا، وبتطلع تشوف علي ابنها وبتلاقيه لسه صاحي وزعلان، وبيبان برضه من تصرفاته انه طفل مش عادي. فبتروح تنيمه وبتنزل لياسر جوزها وبتزعق له انه قاعد مع صاحبه بيسكر وسايب ابنه لوحده، وانه المفروض يتعامل باهتمام اكتر من كده علشان كمان ابنهم مريض بالتوحد. وبنعرف ان ابنها هو كمان عنده توحد زي نديم، وده السبب اللي مخلي امان النجار ما تسيبش جوزها برغم ان هو بيخونها علشان ما يحصلش تفكك اسري وابنها يتعب اكتر. وفي يوم بيبقى نديم ورام الله خارجين مع بعض وبيديلها خاتم هديه وبتفرح بيه جدا، وبعد كده بيطلعوا على سيرك وبيلاقوا بالصدفه اماني وابنها علي رايحين برضه، ولما بيتكلموا معاه بيعرفوا ان هو كمان عنده توحد. وعلي ونديم بيفضلوا يبصوا على بعض كتير وبتقول لهم انها هتستناهم جوه، ورام الله بتقول له يمكن علشان كده امان النجار وافقت عليه، فبيتضايق منها وبيقول لها انها وافقت عليه علشان هو شاطر واذكى واحد فيهم، وبتحس انها غلطت وبتتاسف له. وبيخشوا يكملوا اليوم مع بعض وبيروحوا. وفي تاني يوم اماني بتعدي على نديم علشان يروح لمكان جريمه القتل، وهم في الطريق نديم بيسالها ان هي قابلته وشغلته عندها علشان بيفكرها بابنها علشان مريض زيه بالتوحد، بس قالت له بالعكس انها في الاول رفضته علشان بيفكرها بخوفها على ابنها، وعلشان كده كانت متضايقه يوم الانترفيو لما مشي، بس لما شافت ذكائه واصراره رجع لها الامل من تاني ان ممكن يكون علي ابنها يطلع محامي شاطر وذكي زيه، وانها قابلته علشان هو اشطر واذكى واحد فيهم كلهم. وفعلا بيروحوا لمكان الجريمه وبيعاينوا المكان كويس جدا، ولما بينزلوا قدام البيت نديم بيقعد يركز على كل حاجه في الشارع، وبنلاقي رام الله قاعده مع ياسر جوز اماني وبيعرض عليها الجواز العرفي على امان النجار، وان الجواز يكون في السر، وبتقول له سيبنا افكر الاول. وبتروح المكتب وخالد بيعترف بحبه لرام الله وبيعرض عليها الجواز برضه، بس برضه بتقول له سيبنا افكر. وعز بيتكلم مع نديم وبيقول له انه محتاج فلوس علشان كده عايز منه حل القضيه علشان ياخد الاتعاب بتاعتها، وبيستغل طيبته. ونديم بيوافق وبيقول له لما يوصل لحل القضيه هيقول له. ولما بيروح بيقعد يفكر كتير في القضيه وفعلا بيوصل للحل، وبيكلم عز وبيقول له انا عرفت الحل بتاع القضيه، وبيقول له ان هو هيجيله على البيت. ولما بيجيله بيقول له ان الست ما قتلتهوش وان هو فعلا انتحر، وده علشان لما شاف ملف القضيه لقى انه مكتوب فيه انهم لما دخلوا الحمام لقوا فيه ميه كتير في الارضيه، وده بسبب انه استعان بلوح تلج كبير وده اللي هو وقف عليه لما كان بينتحر. وعمل كده وما جابش كرسي مثلا علشان كان شاكك في مراته انها بتخونه وكان عايز ينتقم منها، وان كده كده كاره حياته وعايز ينتحر، فضرب 2 بواحد انه يخلص حياته وينتقم من مراته في نفس الوقت علشان يلبسها القضيه، وان في محل سمك بيعمل الواح تلج قدام بيته وانه اكيد جاب التلج منه. ولما نثبت انه جاب التلج منه يوم الجريمه يبقى كده اثبتنا البراءه على سهى، وبينبهر من ذكائه وبيقول له انه هيبات عنده اليوم ده. ولما بيصحى من النوم بيخليه يروح يعمل له فطار وبرضه بيستغل طيبته. ولما بيروحوا المكتب بنلاقي خالد بيقول لرام الله فكرت في موضوع الجواز ولا لا، واماني بتخش عليهم وعز بيقول لها ان هو ورام الله وصلوا لحل القضيه، وبيقول لها نفس الكلام اللي قاله له نديم، ورام الله برضه بتسكت ومش بترضى تتكلم. وبعد الاجتماع بتروح تهزقه انه اكيد برضه سرق الفكره من نديم، وقال لاماني انها حلت القضيه معاه علشان ما تقولهاش انه سارقها من نديم، بس هي برضه مش هتسكت،
بس قال لها انها مش هتعرف تعمل حاجة علشان واخد باله من العلاقة اللي بينها وبين جوز اماني. وكمان هو كبرها وقال لها انها حلت معاه القضية واتعصبت عليه وسابته ومشيت. ونديم بيكون بيتمشى في المكتب وبيلاقي عمه محمد الوكيل جاي مكتب امان النجار، فبيستخبى مع ان عمه كده كده مش عارفه، وبيخش يسلم عليها وبيقول لها انه هيبدأ يحول لها الشغل بتاعه على المكتب هنا، وبنلاقي ان ندى تبقى بنته. علشان كده امان النجار قابلتها في الانترفيو، ومعنى كده انها بنت عم نديم، بس محدش يعرف حاجة. وبنعرف ان الاقامة بتاعت رام الله فاضل عليها يومين وتخلص ومش عارفة تجددها، ونديم بيكون سامعها وبتروح تقابل ياسر جوز اماني، بس بتتخانق معاه من طريقته وبترفضه للجواز وانها مش هتكلمه تاني. وخالد برضه بيعرف ان الاقامة بتاعتها خلصت وانها مش عارفة تجددها، فبيقول لها انهم ممكن يتجوزوا وساعتها هتاخد الجنسية علشان اتجوزت واحد مصري، وانه اصلا فعلا بيحبها. وبالليل بيعرض عليها الجواز وبتقول له انه يسيبها لغاية بكرة تفكر. وفي تاني يوم بنلاقيها مع المأذون وان في 2 شهود، وبتقول انها بتتصل بالعريس بس مش بيرد. وبنلاقي الباب بيخبط وبنلاقيه انه نديم، وبتقول لهم ان هو ده العريس. وبنبقى مش فاهمين ازاي ده حصل وهي بتعمل كده ليه، وليه كانت بتدي فرصة لخالد وياسر جوز اماني. وده اللي احنا هنعرفه في الجزء التاني اللي هينزل كمان اسبوع. وده كان ملخص الجزء الاول اللي من الحلقة الاولى لحد الحلقة السادسة، وهيبقى باقي 4 حلقات وده اللي انا هنزله كمان اسبوع. وفي اخر الفيديو احب انا بقى اضيف حاجة، يعني ان يا ريت تفهموا فكرة المسلسل نفسه وتطبقوا ده في الحياة عامة، يعني علشان في 1.5 مليون شخص مريض بالتوحد في مصر. فاتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا فكرة المسلسل وتطبقوه في الحياة يعني. وبس كده، فالفيديو خلص. فيا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس اهم حاجة علشان يجيلك اشعار بالجزء التاني لما انزله كمان اسبوع. ويا ريت فعلا بجد تعمل لايك، بلاش تسمع الجملة يعني وتسكت، لا يا ريت تعمل لايك عشان ده هيفرق جدا على الانتشار بتاع الفيديو عامة. ودي فيديوهات عندي في القناة لو انت حابب تشوفها يعني. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ويلا سلام.